جماعة النهاردة هكلمكم عن الشوكولات دي وقد ايه هي حلوة. وبصراحة انا ظلمتها في البداية ويعني جيت عليها. يمكن انا اتسرعت، بس عايزة اقول لكم بعد كده هي عجبتني قد ايه ومبسوطة بيها قد ايه. طيب، بسم الله. طبعا قبل ما ابدأ الفيديو بتاعي ما تنسوش تدعوا لغزة، ما تنسوش تدعوا لاخواتنا. الدعاء امانة والسكوت في الحرب خيانة. طيب، نبتدي بقى الفيديو بتاعنا بسم الله. لو انتي بتعملي دايت او حتى عايزة تحافظي على وزنك وبتحبي الشوكليت، واكيد كلنا بنحب الشوكليت، ابعدوا تماما تماما عن الشوكولاتات اللي فيهم سكر. حتى لو انتي متعودة على كده، ابتدي واحدة واحدة. اسحبي المادة دي من جسمك بالتدريج، لانها مش هتتسحب مرة واحدة. وابتدي يعني اتعودي بقى واشتري الشوكولاته الدارك لانها افيد. يعني مش قادره اقول لكم قد ايه هي انتي اوكسيدنت، مضاد اكسده. هي انتي ديبريشن، برضو بتساعد على مضادات اكتئاب. بتزود هرمون السعاده. فخلينا في الحاجه الصحيه المفيده وابعدوا عن الحاجات المضره. حتى لو انتي بتحبيها ومتعوده عليها، ابتدي قللي واحده واحده واسحبي نفسك منها. طيب، يلا نتكلم النهاردة على الشوكولاتة الجميلة دي. بصوا اسمها ديسباسيتو. اسمها ديسباسيتو. اوكي، الشوكولاتة دي مصري مش مستوردة. عايزة اقول لكم ان الباكت او الديزاين بتاع الباكت بتاعها حلو جدا جدا جدا. يعني منتهى الذكاء من الشركة ان هي عملت كده، لان ده من الحاجات اللي بتساعد على التسويق وبتساعد على زيادة بيع المنتج. لما كل ما المنتج شكله كان حلو كل ما هيبيع اكتر. طيب، اكيد مش بس شكله، مش هشتري منتج عشان شكله، اكيد كمان انا عايزة الجودة وعايزة الطعم يبقى حلو. طيب بصوا، هي منزلة لاين ده دارك اهو بالاسبريسو للناس اللي بتحب القهوة. اكيد طبعا ناس كتيرة جدا بتحب القهوة. وخلي بالك الشوكليت ما تتاكلش بالليل. زيها بالظبط، فيها كافيين زيها بالظبط زي المنبهات، شاي، قهوة، نسكافيه، كل الحاجات دي متتاكلش بالليل. اسبريسو دي ما تاخديهاش بالليل. عاملين لاين بالمنت، على فكرة حلوة جدا. طعم المنت فيها قوي ويعني حلوة قوي. وعاملين بقى اللاين ده، دي دارك سادة، بجد طعمها مش طبيعي. بجد طعمها مش طبيعي، عجبتني جدا جدا جدا. ممكن تاخدي منها كل يوم حاجة بسيطة كده. يعني انا على فكرة برضو من الناس اللي مش بقدر اسيطر قوي في الموضوع ده، بس بحاول على قد ما اقدر ان انا ما كترش. عشان برضو خلي بالكوا، هي برضو فيها سكر وفيها زبدة. هي سعراتها عالية. يعني ما تفتكروش ان هي علشان دارك اكل منها زي ما انا عاوزة، لا خالص. فيها زبدة، كلها زبدة. فيها سكر برضو، نسبة سكر، لان يعني لازم بيبقى فيها نسبة سكر. بس عايزة اقول لكم ان انا جربت لندت، فيها كمية سكر فظيعة. يعني بجد انتوا لما هتسحبوا، تبتدوا بالتدريج تسحبوا السكر من جسمكم، مش هتقدروا بعد كده ان انتوا يعني ترجعوا للنظام ده، او تقدروا ان انتوا تاكلوا الحاجات السويتي قوي دي. لان طبعا انا يعني مش قادرة أعدد أضرار السكر. السكر ده سم أبيض، يعني سم. سم بيدخل جسمنا بيعمل لنا مشاكل. الجسم أصلا مش بيتعرف على المادة دي، الجسم بيتعرف بس على الحاجات الطبيعية اللي ربنا خلقها. فعلى قد ما تقدروا السكر ده يتاخد بمقدار. حتى لو انتي بتشربي شاي، قهوة، يعني جماعة قننوا عشان صحتكم. السكر بجد من السموم البيضاء. انتوا لو تشوفوا بره في الصين وفي اليابان، الدقيق الابيض، السكر، الملح، كل الحاجات دي عندهم سموم بيضاء. الناس دي ما شاء الله صحتها كويسة جدا عشان بتتبع أنظمة صحية. طيب، انا خلاص خلصت الفيديو بتاعي النهارده. لو جربتوا الشوكليت دي برضو قولولي ايه رأيكم في الكومنتس، اكتبولي. ولو جربتوا انواع تانية اكتبولي. بنصحكم بالشوكولاتة الدارك، مش بنصحكم بالشوكولاتة الميلك العادية. سكرها كتير ومش عايزين السكر، ملوش اي لازمة. حتى لو انتي بتحبي الديزرتس، خليكي في الحاجات اللو شوجر.
علشان السكر مضر جدا جدا جدا. طيب انا خلصت الفيديو بتاعي. لو الفيديو عجبك دوسي لايك، لو حابه تتابعيني اعملي سبسكرايب ودوسي على اول